السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. قولوا لي كيف راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا على خير وتكونوا على احسن حال. الاقتراح ديالي لكم اليوم تحليه بارده بواحد المكونات اللي هما بساط، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، كنوجدوها في واحد الوقت اللي هو وجيز، كيجي المذاق ديالها رائع والشكل ديالها هانتوما كما كتشوفوا معايا. تحليه كتستحق انكم تجربوها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بتعاليقكم المحفزه وتبارطاجيوها كذلك مع اصدقائكم ومع احبابكم. واذا كنتوا اول مره غادي تزوروا القناه فعلوا زر الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. خليكم معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا معايا المراحل. على بركه الله غادي ندوزو نشوفوا المكونات وام باراليل غادي نعطيكم الطريقه. عندي بنانه، 2 كيسان ديال الحليب، فلون ديال البنان ديال 4 ديال الاشخاص. الطريقه غادي ناخذ 2 كيسان ديال الحليب، الا بغيتو كميه مضاعفه دوبلو المكونات. هنا غادي ناخذ الفلون ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نخويه في واحد الكاسرونه اللي غادي نديرها تسخن. غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الحليب كما المعتاد، وغادي نخلط المكونات. ما غاديش نزيد سكر حبيبات حيت هذا الفلون ديجا فيه السكر. غادي نزيد الكميه كامله وغادي نحرك مزيان، وغادي نديرهم فوق البوطه يسخنوا. من بعد غادي نزيد عليهم واحد دانون كراميل فيه القطع ديال البنان بهذا الشكل هذا، وغادي ندوز نقطع البنانه ديالي بهذا الشكل هذا مربعات اللي هما صغارين. هاد التحليه كتجي رائعه، كل من ذاقها كيسول على المكونات ديالها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. من بعد ما ساليتها بالتقطاع ومن بعد ما غلالي الحليب غادي نزيد عليه البنان ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد عليه حتى دانونه ديالي اللي فيها الكراميل والبنان. كيعطيو واحد المذاق زوين لهاد التحليه هذه. المهم انتم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا غادي نزيد ما تبقى من دانون، حيت انا خويته هكا ما تخواش كامل بهذا الشكل هذا. وغادي نحرك المكونات كاملين حتى غادي ينسجموا. بالنسبه للبنان ودانون خليت حتى دفى شويه الخليط، يعني ما خصوش يبرد، الا برد راه غادي يجمد لكم في الكاسرول، خصو غير يدفى شويه. وغادي تزيدوا عليه هاد المكونات هادو، وغادي نستمر في التحريك حتى غادي ينسجم دانون مع باقي المكونات، يعني مع الفلون والحليب. هنا غادي نزيد واحد الكاطو، ها هو كيجي رائع اي نوع عندكم. غادي نفرجتو البنات، هو النوع اللي درت انا. هذا البسكوي هذا كيجي زوين وما فيهش بزاف نتاع، يعني محلوش بزاف. يستحسن انكم تاخذوا شي كاطو محلوش، حيت ديجا الفلون فيه بزاف نتاع السكر حبيبات. هنا فرتتهم. الا بغيتوا ديروه تخلطوا كل شيء تقدروا تخلطوه، بغيتوا ديروها الطريقه هذه تقدروا ديروها، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا كنزيد في الكؤوس، هنا غادي ندير البنات 4 ديال الكؤوس. هانتوما يعني هاد الكميه عطاتني 4 ديال الكؤوس. الا بغيتو كميه مضاعفه غادي تدبلوا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو المكونات، وغادي نحتفظ بهم جانبا نخليهم يبردوا حتى غادي يشدوا راسهم. عاد غادي ندوز باش ندير الطبقه الثانيه. هانتوما بالنسبه للطبقه الثانيه عندي 2 معالق ديال الطحين، عندي شوكولا ديال الاكل اي نوع كما كان نوعه، وعندي نفس الكميه ديال الحليب، يعني 2 الكيسان ديال الحليب. وغادي نزيد هنا السكر حبيبات بهذا الشكل هذا، زدت 2 ديال المعالق. وغادي نزيد دابا الطحين، تقدروا تعوضوه بالنشا يعني اللي بغيتو. غير انا المذاق ديال النشا الصراحه ما كيعجبنيش في التحليات، درت الطحين كيجي زوين وكيعقدها لي. المهم هنا تقريبا غادي نزيد واحد الكميه قليله كما شفتوا حتى غادي ينسجم الطحين مع السكر حبيبات. عاد غادي نزيد الكميه اللي بقات ديال الحليب، تقريبا 2 الكيسان بحال المقدار الاول، ولا عينكم ميزانكم. هنا غادي نزيد عندي الشكلاط وغادي نردهم فوق البوطه يسخن، غادي يذوب اوتوماتيكمون. كيعطي واحد المذاق زوين البنات بهذه الطريقه هذه. هانتوما كما شفتوا ها هو من بعد ما سخن فوق البوطه، ها هو يعني دغيا كينسجم مع باقي المكونات وكيعقد. المهم هنا غادي نزيدها على الطبقه الاولى من بعد ما بردات مزيان. هانتوما راها شدات راسها مزيان. وغادي نزيدها الطبقه الثانيه كما شفتوا درت فيها الشكلاط والطحين والحليب فقط. هذه الطبقه اللي درت، وتقدروا تزيدوا معها الحبيبات ديال الشكلاط ما عطيتهم لكمش في المكونات.
تقدروا تزيدوا اي حاجه بغيتو، نوازيط، الشكلاط، يعني اي حاجه. وغادي نتركهم جانبا ونخليهم حتى غادي يبردوا، وغادي نزيدوا عليهم واحد الطبقه ثالثه. ندوزو نوجدوا الطبقه الثالثه، غادي نحتاج فيها 3 ديال المعالق ديال الكريمه سخونه، غادي نزيدها على 50 غرام ديال الشكلاط، وكيكون الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا راه كتعقد، كتجي رائعه في التحليات. غادي نزيدها على الكؤوس ديالي من بعد ما خليتها بردات، ضروري خصها تبرد باش تشد راسها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نزيدها، راها كتجي لذيذه في المذاق ديالها البنات، كتستحق انكم تجربوها. بالنسبه للتزيين غادي ناخذ شويه ديال الكريم شونتيي، كانت بقات لي من الحلوه، وكيبقى التزيين على حساب الاختيار ديالكم. المهم هنا غادي ندير شويه ديال الكريم شونتيي من بعد ما طلعتها. ويستحسن البنات فاش تبغيو تطلعوا الكريم شونتيي انكم تدخلوها للكونجيلاتور واحد ربع ساعه قبل ما تخدموا بها باش تطلع معكم بكل سهوله. هانتوما كما شفتوا معايا هذا هو التزيين. وغادي نزيد عليها شويه ديال اللوز والكركاع كونكاسي بهذا الشكل هذا. انا قطعته غير عشوائيا باش عطاني هذا الشكل هذا. صراحه تحليه كتجي رائعه، وكنتمنى انكم البنات تجربوها وتردوا ليا الخبر. المهم غادي ناخذ شويه من داك الكلاصاج اللي بقى لي ولا طبقه ثالثه، وغادي ندير بها التزيين ولا الشكلاط، يعني اللي عندكم موجود. كما كنقول لكم ديما التزيين التزيين كيبقى على حساب الاختيار. هيا التحليه ديالي وجدات، هذا هو الشكل ديالها كي جات، كتجي الصراحه رائعه. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع اصدقائكم، خصوصا انها هاد الوقيته اللي كنحتاجوا فيها بحال هاد الحويجات هادو باردين. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، والى فيديو قادم بحول الله.